شفت شيرين النهارده عملت ايه هي وحسام حبيب؟ ما شفتش؟ تعالى. حسام رجع شيرين للمره الثالثه، ويا رب تبقى الثالثه ثابته. مش دي المشكله، المشكله ان الخبر اتسرب للاعلام الله اعلم منين، ولكن هم بيقولوا ان من مدير اعمالها. مدير اعمالها طلع ناشد وزير الثقافه ان هو ياخد باله من شيرين، وده طلع قاله في الاعلام لكل الصحف بعد مكالمه طويله عريضه من شيرين وهي بتوبخه بتقول له انت من النهارده مرفوض، وانت النهارده مش مدير اعمالي، واياك تطلع تتكلم باسمي تاني. ده كمان مش بس كده، ده طلع ناشد النقابه بتاعتها ووزير الثقافه وقال لهم خدوا بالكم من شيرين لانها تعبانه، والعلاقه دي علاقه توكسيك، وهي اصلا مريضه وعندها مشاكل في الاعصاب، فيا ريت تاخدوا بالكم منها، وانا من النهارده ماليش دعوه بيها. وبعد ما الخبر انتشر قام طالع حسام حبيب وقال ما حصلش الكلام ده، وكذب ونفى كل الاخبار. بعدها على طول راحت طالعه النقابه في بيان وقالت احنا مالناش دعوه بالموضوع بتاع حسام حبيب وشيرين، يعملوا اللي هم عايزينه، هم احرار. بعدها على طول راح طالع حسام حبيب وقال انا ما كدبتش ان احنا رجعنا لبعض، انا كدبت الاخبار الكدابه اللي قالها مدير اعمالها السابق. المشكله ان اخر بوست لشيرين على حسام كانت شتماه وكانت كاتبه كلام ما ينفعش ان هو يتقال، وهو كمان كان قايل نفس الكلام، وطلعوا في برامج هما الاثنين فتحوا بعض وعملوا عمايل سودا. وطلعت رضوى الشربيني على صفحتها وقالت يا الف خساره، طبعا هي قصدها على شيرين وعلى ان هي رجعت لحسام حبيب. لو انت مكان شيرين كنت رجعتي حسام ولا لا؟ ولو انت مكان حسام ترجع لشيرين ولا لا؟ قول لنا رايكم في الكومنتات.